بعد هاتريك رياض محرز في نصف نهائي كأس إنجلترا اليوم، هو ثالث هاتريك لرياض محرز في مسيرته الاحترافية، هو ثاني هاتريك لرياض محرز مع سيتي في جميع المسابقات. محرز يصبح أول لاعب يسجل هاتريك في 2-1 نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 1958. محرز يصبح أول لاعب يسجل هاتريك على ملعب ويمبلي في 2-1 نهائي كأس الاتحاد. من الظن أن يجلس رياض محرز على دكة البدلاء حتى لو كان في أسوأ حالته. رياض اليوم ب3 أهداف متقنة يؤكد للجميع أنه أحد مفاتيح مانشستر سيتي للفوز بذات لاذنين إذا لم يتفلسف الفيلسوف كعادته ويغامر أمام ريال مدريد بتهميش محرز. بصراحة وبعيدا عن العاطفة، أتمنى لنجم منتخبنا الوطني أن يتوج هذا الموسم بلقب دوري أبطال لأنه يستحق ذلك بجدارة كي يكمل سلسلة تتويجاته ليصبح ربما العربي الوحيد الذي سينال 5 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقب دوري الأبطال. كل التوفيق دوما لهذا اللاعب الخلوق وصاحب المهارات الفنية الكبيرة والأهداف الرائعة.